حكايات كتير اتقالت عن الفيلم ده. لعنات بتطارد طاقم العمل، إصابات وفيات وحرايق في لوكيشن التصوير، وفي أول يوم عرض حصلت عاصفة ضربت روما. ليه كل ده؟ القصة عن ريجان ماكنيل، بنت عندها 12 سنة عايشة مع أمها وغياب كامل لأبوها بدون مقدمات. الروح الشريرة بازوزو بتسيطر عليها. وكفاية تشويق ونخش في المفيد ونسمع الحكاية بس بعد الانترو. بتبدأ قصتنا في العراق ومجموعة من العمال بينقبوا عن الآثار، وبنشوف ولد بيجري على راجل عجوز يندهله عشان المجموعة لقت اكتشاف، ويروح يشوف لقاهم طلعوا شوية آثار منها مصابيح وأطباق. بيمد العجوز إيده في المكان اللي لقوا فيه حاجة، وبيطلع قطعة يمسح من عليها التراب بتطلع تميما للشيطان بازوزو. وبينتقل بينا المشهد لدير، وحد بيقول للعجوز أبونا، وبنعرف إنه أب في الكنيسة. الراجل بيقول للأب العجوز أتمنى ما تسافرش، بس بيقول إن عنده شغل ولازم يعمله. وبيكون بيبص للآثار دي بقلق عالي جدا، كون إن هي أحد رموز الشياطين، ومجرد ظهور تمائم بالشكل ده بيكون نذير للشؤم. الأب بيتحرك على المكان في الصحراء ويلاقي فيه تمثال للشيطان بازوزو، وبيقف يتأمله بقلق عالي جدا. بعد لما كان لقى كل التمائم دي بيكون عارف إنها بشرة شر جديدة. المشهد بيتغير بينا وبننتقل لواشنطن، لبيت الممثلة المشهورة كريس ماكنيل، وهي قاعدة بتراجع المشهد اللي هي هتصوره، وتسمع صدفة بتقوم تشوف مصدرها وما بتلاقيش حاجة. وبتخش أوضة بنتها ريجن اللي عايشة معاها لوحدها عشان تطمن عليها. وتاني يوم الصبح بتكون رايحة المطبخ وبتصبح على كارل وويلي اللي بيساعدوها في البيت، وبتقول لويلي إنها سمعت امبارح أصوات فيران جاية من العلية اللي في البيت، وإنه لازم يشتري مصايد الفيران دي. وبننتقل في لوكيشن التصوير مع المخرج بريك، وهو بيفهمها تعمل إيه بالظبط في المشهد، وبتروح تصوره. ومن بعيد بيكون بيراقبها الأب كارس. بتخلص وهي مروحة بيلفت انتباهها الأب كارس اللي كان بيتفرج عليها في لوكيشن التصوير واقف مع أب تاني في مكان قريب من بيتها. وبتوصل بيتها وبتقابل سكرتيرها شارون، بتعرفها المستجدات وتطمن على بنتها واللي كان بتعمله في غيابها. وبينتقل المشهد بينا للأب كارس في محطة المترو، بيكون بيركب عشان يروح يزور أمه، وفي عجوز بيقول له ساعدني بأي شيء، أنا كنت خادم في الكنيسة زمان، وافتكر يا صديقي العزيز الموقف ده عشان هنحتاجه قدام. الأب يتجاهل المتسول ده وبيكمل طريقه، ويوصل عند أمه، وبيبان إنه بيحبها جدا وبيكون ابنها الوحيد، وبيقعد يخدمها طول اليوم. وفي آخر اليوم كان بيحاول يقنعها تسيب البيت وتروح معاه لدار مسنين عشان تلاقي ونس، بس هي بترفض. فبيسيبها لحد لما تنام وبيروح هو. وبننتقل لكريس وهي قاعدة مع ريجان، هو بتساعدها في أعمال اليدوية اللي بتعملها هناك. ولما بيخلصوا كريس بتلاقي لوح للويجا، وبتسأل ريجان جابته من فين، فبتقول إنها لقيته في العلوية اللي في البيت، وبتلعب مع شبح ساكن في البيت اسمه هاري. الأم بتاخد الموضوع بهزار، كون الأطفال خيالاتهم واسعة، وبتاخد ريجان وبتطلعها على السرير عشان تنام. والبنت بتسألها عن أبوها وإنه ما اتصلش بيها في عيد ميلادها، فأمها بتقول إنه مشغول وإنه أكيد هيكلمها. وهنا بنعرف إن الأب مش عايش معاهم عشان منفصل عن أمها. وبنشوف الأم تاني يوم وهي بتتصل بالفندق اللي فيه الأب وبتتخانق مع السكرتيرة بتاعته إنها مش عايزة توصلها بالأب، وريجان بيكون واقفة وسامعة الكلام ده. وبالليل كريس بتصحى على صوت التليفون من المكتب عندها بيبلغوها بالشغل اللي عليها. لما بتقفل معاهم بتلاحظ إن بنتها نايمة جنبها على السرير، فبتسألها هي مش نايمة في سريرها ليه، فتقول لها إنه بيتهز جامد وهي نايمة فبيصحيها. الأم بتسمع صوت جاي من بره وبتخرج تشوف فيه إيه، وبتطلع العلية ما بتلاقيش حاجة هناك. تاني يوم الأم بتاخد بنتها للدكتور عشان تطمن عليها، لأنها بتكون قلقانة من موضوع إن بنتها بتقول السرير بيتهز وهي نايمة وتسمع أصوات. بس الدكتور بيطمنها إن بنتها طبيعية جدا وما فيهاش حاجة، وممكن تكون بس مضغوطة نفسيا مش أكتر عشان والدها مش جنبها. وبننتقل للأب كارس وهو رايح على المستشفى لأمه بعد لما تعبت بشكل مفاجئ، وبنلاقي الأم متضايقة إن ابنها سايبها هنا والمكان وحش جدا. كريس ما كانش عارف يراضيها، وبنشوفه وهو بيكلم أخو أمه بره المستشفى وبيقول إنه عايز ينقلها من هنا، بس أخوها بيتريق عليه لأن كريس مش عارف يدفع تكلفة دار رعاية. وبنشوف بالليل تجمع لطاقم عمل فيلم كريس الجديد، بيحتفلوا مع بعض إن الفيلم خلص، وبيكون مخرج الفيلم بريك سكران طينة وقاعد يضايق ويلي الخادم ويقول له كلام عنصري جدا، لحد لما بيمسكوا في خناق بعض. وبتيجي كريس تفك ما بينهم وتوصل بارك لباب البيت وبيودعها وبيمشي. وبقية اللي قاعدين في الحفلة بيتجمعوا مع بعض على البيانو وبيقعدوا يغنوا وهم مبسوطين. وبيقضى عادتهم دي ريجان اللي بتدخل بشكل مفاجئ وبتقول لهم إن هم كلهم هيموتوا هنا، وبتعمل حمام على نفسها. الأم بتعتذر للضيوف وبتاخد ريجان تنضفها وتوديها للسرير. مجرد ما خرجت من الأوضة وكانت لسه هتنزل
سمعت بنتها بتصرخ بعلو صوتها. الأم بتدخل الأوضة بسرعة وبتتفاجئ ببنتها سريرها بيتهز بالعنف. الأم بتحاول توقف ده بإنها تقعد فوق السرير بس ما بيوقفش برضه، وبتنتقل للأب كارس اللي بنعرف من حزبه إنه عمال يذكر إن أمه ماتت. وبيجي الأب جوزيف وبيغطيه. والعلم يا صديقي العزيز، الأب جوزيف هو صديق مشترك بين كريس وكارس، وكان موجود في الحفلة المشؤومة إياها. نرجع للأب اللي طول الليل بيفضل نايم وبيحلم بأمه وهو مش عارف يوصل لها. وتاني يوم بنشوفه في الكنيسة وهو بيدعي الأم اللي ماتت في مشهد حزين جدا. وتاني يوم بنشوف كريس وريجان عند الدكتور بيكشف عليها عشان يفهموا اللي بيحصل معاها. والدكتور رجح إن ممكن يكون عندها ورم في الدماغ، وبدأ يعمل لها أشعة، واللي وقتها كانت مؤلمة جدا بس النتائج كلها مظهرش فيها حاجة. وفي وقت ظهور النتائج دي كان جالهم تليفون من كريس عشان يلحقوا ريجان اللي كانت داخلة في حالة تشنج وما كانوش فاهمينه. وحاولوا يسيطروا عليها بس ما عرفوش. اضطروا يدوها حقنة مهدئة ومشوا من المكان. كريس راحت بالليل للدكتور تقعد معاه، والصراحة يا صديقي هي راحت على الفاضي، لأن ما كانش عنده أي إجابة لحالة ريجان. لما خلص معاها ورجعت على البيت لقيت البيت فاضي، وأوضة ريجان ساقعة جدا. الشباك فيها كان مفتوح. قفلت الشباك وغطت ريجان وخرجت من الأوضة، ولقيت السكرتيرة بتاعتها لسه راجعة. كانت هتتعصب عليها بس السكرتيرة قالت إن بيرك المخرج وصديق كريس كان في البيت وسابته مع ريجان عشان تروح تجيب هي الأدوية اللي الدكتور قال عليها. جيس عدت الموضوع وراحت تفتح الباب اللي كان بيخبط. لقيت الأب جوزيف بيقول لها إن المخرج بيرك لقوه ميت قرب بيتها. كريس ملحقتش تعيط عليه. لو حصل اللي حصل ده. تاني يوم الدكتور جه وجاب معاه طبيب نفسي عشان يكشفوا على ريجان، بس خدوا اللي فيه النصيب وفشلوا كشفهم عليها. وبينتقل بينا المشهد الأب كارس من بعد وفاة أمه وهو بيلعب رياضة بيفرغ فيها كابته. والمحقق كندرمان قاعد بيراقب الأب واستناه لما خلص شوية علشان يسأله إذا كان عنده أي معلومة بخصوص وفاة المخرج بيرك، وهل الموضوع ده ليه علاقة بسحر أو جماعة من ممارسيه. بس الأب بيرد عليه إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع وبيسيب المحقق وبيمشي. وبننتقل للمستشفى وبنشوف فيها ريجان والأطباء مجتمعين كلهم، ومحدش يعرف هي مالها أو نوع المرض اللي عندها. الطبيب بيقترح على الأم إنها ممكن تحاول تشوف طقوس طرد الأرواح، وفي احتمال حتى لو بسيط إن ريجان تستجيب ليها. لكن كريس ما بيكونش مقتنع بالكلام ده وبتشتم الدكاترة وبتاخد بنتها وبتمشي. كريس بتوصل البيت وبتطلع ريجان للأوضة عندها شوية ولقيت الباب بيخبط. كان المحقق كندرمان جاي يتكلم معاها بخصوص وفاة مخرج بيرك، وبيحكي ليها عن بشاعة الطريقة اللي مات بيها. غالبا هو مات مقتول، وبيسألها إذا كان ليها عداوة مع حد أو بتشك في حد، وكمان بيأكد عليها إذا كان حد إجا البيت خلال فترة غيابها. لكن كريس بتنكر كل ده. المحقق بيسيبها وبيمشي. وطبعا صديقي العزيز بيكون باين من وش كريس إنها شاكة في بنتها ورموت بيرك. مبتلحقش تفكر في كلام المحقق إلا وبتسمع صوت جاي من أوضة بنتها وبتروح عشان تشوفه. بتلاقي بنتها بتتحول حرفيا وتتصرف بطريقة غريبة. الأم أيقنت اللحظة دي إن بنتها ما عادتش طبيعية. الأم راحت من بعد الموقف ده للأب كارس عشان يساعدها، وبدأت تترجاه إنه يجي يشوف بنتها كقسيس في الكنيسة. لكن الأب كارس كان مصر إن اللي عند ريجان ده مرض نفسي مش مس من روح شريرة. لكن مع إلحاح الأم اضطر يوافق وراح معاها. الأب كارس لما راح البيت عشان يشوف ريجان وعرفها بنفسه، ردت إنها الشيطان وطلبت منه يفكها. وكمان بدأت تذكر له حاجات حصلت معاه، زي المتسول اللي طلب مساعدة الأب كارلس لما كان في المترو، أو موت أم الأب كارلس. بس الأب كان حاسس إن في خدعة والموضوع مش حقيقي. بدأ يسأل الشيطان عن اسم أمه قبل الجواز مثلا، لكن الشيطان تجاهل السؤال ده وتقريبا تف عليه. الأب سابه ومشي وراح للأم وأصر إن ريجان مريضة نفسيا وإن هي لازم تروح مصحة. الأم كانت منهارة ومش عارفة تعمل إيه. الأب وهو ماشي من البيت سأل الأم إذا كانت ريجان عارفة هو شغال إيه أو إن أمه ماتت أو لأ. والأم أنكرت إن أي حد بيدخل على ريجان الأوضة أصلا. وهنا الأب بدأ يحس إن في حاجة مش طبيعية. الأب كرز بعد فترة من التفكير رجع لريجان وجاب معاه أجهزة تسجيل عشان ياخد دليل للكنيسة يمكن ترضى تديله تصريح لجلسات طرد أرواح. بس كل اللي خده منها عرض على أخصائي الصوت. لا بتتكلم إنجليزي بس معكوس، وبنشوفه هو قاعد طول الليل بيفكر وشاكك برضه. وقاعد يفكر لحد لما لقى تليفون البيت بيرن، وكانت اللي بتتصل سكرتيرة كريس وبتطلب منه يجي بسرعة. الأب كارلس لما راح وريته بطن ريجان اللي كانت في حالة إغماء وهي بيتكتب تحتها عبارة لطلب المساعدة. الأب كارلس بيطلع على الكنيسة وبياخد منهم الإذن، بس قالوا إن اللي هيعملها هيكون الأب ميرن، وبالفعل بيبعتوا ليه رسالة. وبنكتشف إن الأب ميرن هو الأب العجوز اللي كان ظهر في أول الفيلم. ميرن بيروح على بيت كريس، وأول ما بيدخل من الباب الأب ميرن بيطلب من الأب كارلس يجيب له شوية حاجات من الدير عشان هيستخدمها في طقس طرد الأرواح. وقبل ما يبدأ الأب ميرن بيحذر كارلس إن مهما يحصل ما يسمعش لأي كلام من الشيطان ده يقوله،
ويطلعوا فعلا، وطقس الأرواح بيبدأ، وبيقعدوا يحاولوا ويحاولوا، بس الشيطان ده بيكون قوي جدا ومش نافع مع محاولاتهم. وفي الوقت ده بنكتشف إن اللقطة ديت حاجة مهمة. الشيطان المتلبس في البنت بيكون بزوزو. يقرر الأب ميرلين إن هما لازم يوقفوا عشان يرتاحوا من اللي حصل. في الوقت ده الأب كارش بيدخل الأوضة وبيتخيل أمه هي اللي على السرير، وهنا الشيطان بدأ يكلمه بصوتها عشان يلعب في عقله. الأب ميرلين بيحاول يطلعه بره عشان يهدى، وهو بينزل تحت يستريح، بس بيحس إن في حاجة غلط وبيطلع الأوضة تاني، وبيكتشف إن الأب ميرين مات. الشيطان اللي جوه البنت قتله. الأب كارس ما بيمسكش نفسه، بيبدأ يهاجم على الشيطان ده ويضربه ويستفزه عشان يخرج من البنت ويدخل فيه. وفعلا ده اللي بيحصل. وقبل ما يسيطر عليه يرمي نفسه من الشباك وبيقع ميت. وصاحبه الأب جوزيف بيشوفه بيجري عليه، وفي لحظة من الحزن يخليه يعترف لآخر مرة في حياته. والأب كارلس بيفارق الحياة. بعدها بفترة بيكون الأمر انتهى. الأم كريس بتاخد ريجان وبتكون معزلة من المكان، وبتقابل الأب جوزيف وتقوله إن ريجان مش فاكرة أي حاجة من اللي حصلت، وبتودعه. بتودع المكان وبتمشي منه للأبد. وبيخلص الفيلم. ولحد هنا خلص الفيلم يا صديقي. لو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب واستنى الملخص الجاي. ولو ما عجبكش اكتب لنا كومنت وهنحاول نحسنه المرة الجاية. سلام.